في جملة بقالها 3 أيام معلقة معايا، أصحى أنام وأنا بشتغل في أي وقت، معلقة معايا قوي قوي قوي. الجملة بتقول: نصيحة النهاردة وبكرة وكل يوم، كل لما تلاقي عك ابعد. الجملة دي معلقة معايا والله 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 بدون مبالغة. صحيت الصبح أول ما بفتح فيسبوك لقيت واحدة صاحبتي كاتبة الجملة دي، وكأن الجملة اتحطت في وشي كده، ان انا بتتقال في دماغي بس هي موجودة قدامي. دي اكتر جملة واقعية، واكتر جملة صح، واكتر جملة آه لو طبقناها في كل حاجة في حياتنا هنرتاح جدا والله العظيم. ما تسمحش لأي حد يسحلك معاه في حوارات، ما تسمحش لأي حد يشدك معاه في أي عك. لقيت عك ابعد. العك الحاجة الوحيدة اللي مسموح لك تدخل فيها لو لا قدر الله حد من أهلك القريبين جدا، أبوك أمك إخواتك ولادك، لقيتهم معكوكين في حاجة فتدخل عشان تشدهم منه، لكن ما تدخلش نفسك معاه. نصيحة بجد من اجمل واحلى واوقع النصايح، ومعرفش كانت معلقه معايا ليه، بس اكتشفت الواحد لما قعد يفكر كده لقى نفسه فعلا ان هو كان هيتسحل في حاجات مش بتاعته. ليه يعني؟ ليه الحماسه اللي مدخلاني قوي ده؟ لا، انت تدخل لما تلاقي ان فعلا في حد حبيبك او حد قريبك او حد انت يعز عليك قوي، تدخل تشده تشده يجي معاك. ما تدخلش انت وهو فيه. ما تسمحش لحد يسحلك، ما تسمحش لحد يسحلك، ما تسمحش لحد يسحلك. كل لما تلاقي عك ابعد.